السلام عليكم. في قصة موسى الله تعالى وصف عصاه بثلاثة أوصاف، وصفها في سورة الأعراف بأنها ثعبان مبين، ووصفها في سورة طه بأنها حية تسعى، ووصفها في سورة النمل بكأنها جان، ثلاثة ألفاظ تصف نفس العصا. وهذا ليس تناقضا، بل تصوير متعدد الأبعاد لمشهد واحد. فعندما قال تعالى بأنها ثعبان مبين، الثعبان يطلق في العربية على الحية الضخمة الكبيرة المخيفة. مبين أي واضح ظاهر لا لبس فيه، فعصا موسى تحولت إلى ثعبان ضخم حقيقي ظاهر للعيان، وهذا الوصف يناسب مواجهة فرعون والسحرة لإظهار القوة. أما عندما وصفها بأنها حية تسعى، والحية هي اسم عام لأي أفعى، تسعى بمعنى تتحرك بسرعة. هنا المشهد لا يركز على الحجم، بل على الحركة والحياة المفاجئة. هذا المشهد كان أول مرة يرى فيها موسى المعجزة، عنصر الدهشة والحركة هو الأبرز. وهنا ننتقل إلى الوصف الثالث، كأنها جان. والجان هو نوع من الحيات الصغيرة السريعة الخفيفة الحركة، وهنا التركيز على سرعة الحركة والاهتزاز المفاجئ. لذلك قال تعالى: فلما رآها تهتز كأنها جان وولى مدبرا. الخوف الذي انتاب موسى هنا هو بسبب سرعة الحركة المفاجئة وليس بضخامة الحجم. تخيل هذا كله كأنك تشاهد لقطة سينمائية، مرة لقطة عامة تظهر الحجم والهيبة، ثم لقطة حركة تظهر الحياة، وأخيرا لقطة سريعة مهتزة تعكس الخوف والدهشة. القرآن لا يكرر نفسه، بل ينقلك داخل الحدث لحظة بلحظة لتعيش الهيبة والحركة والسرعة، وكل هذا من إخراج الخالق العظيم الذي أبدع كل تفصيل في المعجزة.